أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصر تايمز في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبث جديد اليوم من مدينة دهب. مدينة دهب السياحية من أجمل مدن محافظة جنوب سيناء في السياحة الشاطئية والسياحة الترفيهية. المدينة ما شاء الله حاجة جميلة جدا، فيها كل المقومات السياحية وفيها عدد كبير من المواطنين أو السائحين وطلاب الجامعات والشباب والسياحة من مختلف دول العالم. واحنا خلال جولتنا السياحية في مدينة دهب كده بنرصد لكم الأجواء في الشوارع، وزي ما انتم شايفين كده في عدد كبير من الطلاب والشباب وطلاب الجامعات يقضون أجازة نصف العام داخل مدينة دهب التي تتميز بالسحر والجمال. وخلال جولتنا لفت نظرنا مكان جميل كده معمول تراث قديم يجذب آلاف السائحين لهذا المكان، وبيعتبر كمزار سياحي لمدينة دهب. اخترعوا أو ابتكروا أحد الشباب يدعى وليد من محافظة القاهرة، مقيم في مدينة دهب من عدة سنوات. يعني شايفين المنظر جميل وحاجة جميلة، بداية من لمبة الجاز والفانوس للأبريق بتاع زمان زي ما انتم شايفين كده، أو بيت عاشور الناجي. حاجة جميلة كده، ادي الابريق وادي التسجيل الصغير بتاع زمان زي ما انتم شايفين. التليفون الارضي اللي كان بتاع زمان القاهرة 30 من سنة 30. شايفين كمان وابور الجاز زي ما انتم شايفين اهوت، ده كان برضو احد حاجات وابور الجاز. الاباريج البلاط زي ما بيقولوا او الزلعه بتاع الجبنه والعسل، ده بتاع الجاز للعاصر، ايام ما كان عربيه الجاز بتلف في القرى لبيع الجاز، ما كانش فيه طبعا كهرباء ولا فيه حاجه. العجلات التلفزيون القديم اللي كان بيجيب القناه الاولى والثانيه فقط. بصراحه منظر جميل وحاجه جميله. فنان مبدع أستاذ وليد، فنان ومبدع، ووضع كل ما هو قديم ليكون مزار سياحي لجذب آلاف السائحين إلى مدينة دهب، واعتبروه مزار سياحي. ليه؟ حتى كمان حاطط صورة الملك فاروق اهوت موجودة، حاطط ادي الكلوب بتاع اللي كان بايد ابو راتينا ده زي بتاع زمان. طبعا الجيل الحالي ما يعرفش الكلام ده. شايفين ادي وادي لمبة الجاز اللي ربت الاف من المصريين او ملايين من المصريين. كمان شعار البريد القديم موجود. ادي كمان بتاع الفانوس اللي كان ده بيلفوا بيه على السكة الحديد، وكاتب كمان احنا اصل الحكاية. فعلا المصريين هم اصل الحكاية، حكاية جميلة. حتى عامل كمان الباب اللي موجود باب زمان وكاتب عليه اي كلام في الحمام، يعني حاجة جميلة ومنظر بديع جدا جدا. التسجيل بتاع زمان ادي البلاص كاتب عليه حدوتة مصرية، هي فعلا حدوتة مصرية. المصريين دول حدوتة لما بيبدعوا. ادي كمان العجلات الصغيرة بتاع العربات الكرو او بتاع الحنطور، حتى حاطط كمان 5 باب، حاجة جميلة. والتصوير زمان كان ابيض واسود فقط. يعني كمان ادي كمان اهو لتر الجاز اللي كانوا بيقول عليه بتاع زمان، ودي القلة الصغيرة. يعني منظر جميل مبدع. كمان حاطط الميكروفون فوق وابراج الحمام اللي بتتميز بيها غالبية القرى المصرية. وشايفين الشكل والجمال عامل ازاي. ابداع، هو مبدع وفنان وراسم المكان بطريقة لجذب آلاف السائحين إلى هذا المكان لالتقاط العديد من الصور التذكارية لكل من يزور مدينة دهب. وشايفين كمان حاطط الميزان، حاطط الاريال بتاع زمان اللي كان بيحطوه للتلفزيون الابيض والاسود. طبعا كان زمان ما فيش الا تلفزيون واحد،
اللي عنده تلفزيون زمان كان بيقولوا عليه ده غني، لكن النهارده الدنيا اتغيرت وكل حاجه اتغيرت، فالراجل حب يجمع القديم كله في مكان واحد عشان تعمل لوحة فنية جميلة لجذب آلاف السائحين إلى مدينة دهب. يعني ده الممشى السياحي في مدينة دهب. ده حاجة جميلة ومنظر مبدع وجميل. أستاذ وليد فنان رسم اللوحة كأنه فنان بيرسم لوحة، لو هيرسمها مش هيرسمها بالجمال ولا بالشكل الجميل ده. وده بيدل على ان مدينة دهب تحظى بإقبال كبير من السائحين، وحاطط النسر كمان فوق وحاطط أبراج حمام ورسمها بشكل جميل جدا مبدع، وحاطط كمان بتاع الكهرباء بتاع زمان اللي هي الكبسونة بتاع الكهرباء زمان اللي كان بيتم وضع أسلاك الكهرباء عليها. طبعا الدنيا اتغيرت وكل حاجة اتغيرت في الفترة الحالية. حاطط الميكروفون اللي كان اتحط على المساجد القديم جدا، كمان حاطط صورة الملك فاروق. ده بيدل على الماضي اللي هو النهاردة بيعتبر تراث لأبناء الشعب المصري وأبناء المصريين، وبيدل على عراقة المصريين ووجود المصريين. لو بدأنا من وبور الجاز، طبعا غالبية الشباب النهاردة ما يعرفوش وما شافوش، هو طلع لقى البوتاجاز ب5 شعلة و6 شعلة، لكن زي ما انتم شايفين كده الراجل رصد كل ما هو قديم وبيدل على العراقة وتاريخ المصريين وعلى حياة المصريين زمان وكانت الدنيا ماشية ازاي، حتى بداية من القاهرة 30 للوحة المفاتيح اللي كانت بتتحط في كل بيوت، ادي الابريق بتاع المية، كمان الشمعدان اللي كان بيتحط زمان، القلة، البلاص اللي بيقولوا عليه او الزلعة، كل واحد حسب ما يقال في محافظته. تلفزيون اللي هو قناتين 2، كانت القناة الأولى والثانية فقط لا غير. النهاردة بقى في آلاف القنوات موجودة في كل بيت مصري، وزي ما بقول كده في إقبال كبير زي ما انتم شايفين كده للزائرين ومدينة دهب السياحية. عايز أقول إقبال كبير وحفلات تتم في الشوارع وإقبال. هنرصد كده ونروح نشوف الدنيا في إيه، لكن عايز أقول المكان اللي احنا فيه النهاردة لوحة فنية رسمها أو ابتكرها أو صممها أو نفذها الأستاذ وليد، وإن شاء الله هيكون لنا معاه لقاء إن شاء الله في القريب العاجل عن فكرته وعن سبب إصراره على الاهتمام بكل ما هو قديم ليدل على حياة المصريين. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصر تايمز في كل مكان، أشكركم وإلى اللقاء. كان معكم عصام صبحي من مدينة دهب، ونقلنا لكم بث مباشر عن التراث القديم في مدينة دهب. وللعلم بقى لو هنتكلم عن مدينة دهب، لا مدينة دهب دي مدينة السحر والجمال، فيها إقبال كبير، فيها شواطئ كبيرة جدا، فيها أجمل مناطق الغوص اللي هي منطقة البلو هول، وكمان فيها تسلق الجبال في منطقة وادي جناي. تم تطوير المدينة وبقت بشكل حلو قوي ومنظر جمالي يعني تجذب آلاف السائحين. بصوا حتى البنات عاملين ازاي والشباب النهارده في مدينه دهب، اقبال كبير من الطلبه والطالبات والشباب لقضاء احتفالات او اجازه نصف العام زي ما انتم شايفين. اعزائي مشاهدينا ومتابعي موقع مصر تايمز في كل مكان، اشكركم والى اللقاء. كان معكم من مدينه دهب عصام صبحي، وهنسيب الكاميرا بس ترصد لكم في اقبال المواطنين في الشوارع، وزي ما انتم شايفين عدد كبير كله النهارده الدنيا هايصه في مدينه دهب، وفي اقبال كبير حتى الدراجات على الممشى السياحي. وزي ما انتم شايفين كل جاء للاستمتاع بوقته وقضاء اجازه نصف العام داخل مدينه دهب السياحيه. اعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصر تايمز في كل مكان، اشكركم والى اللقاء، وانتظرونا دائما في بث كل ما هو جديد.